ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كريمه بابسط واسهل طريقه ان شاء الله. عمرها ما هتبقى سايحه معاكم او مش مظبوطه من بعد الفيديو ده. شوفوا الفيديو للاخر وان شاء الله تنجح معاكم من اول مره. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، وشير لكل اصحابكم وحبايبكم، واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي ووصفاتي الجديده. عندي هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، نص كوبايه من الميه المتلجه، ونص كوبايه من السكر. ضروري جدا تكون المية متلجة فيها قطع تلج. هحط السكر، كريم شانتيه، طبعا كريم شانتيه خام، وهحط عليهم المية واضربهم كويس قوي لحد لما يعمل معايا فوم كده. الحجم بيتضاعف معايا وبيعمل معايا فوم. لو هتستخدموا كريم شانتيه محلى اللي هو بالسكر، يبقى هتستخدموا مثلا كوباية من الكريم شانتيه عليها نص كوباية من المية، مش هتضيفوا سكر خالص. بس انا بفضل تجيبوا الكريم شانتيه الخام، بيدي نتيجة هايلة جدا بصراحة. وكمان بتقدروا ان انتوا تتحكموا في كمية السكر، يعني ممكن تزودوا الكمية او تقللوها على حسب اللي بتحبوه. هفضل اضربهم كده في بعض ضرب متواصل لحد لما يعمل الفوم اللي انا قلتلكم عليه ده. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص، وكمان هتديكم نتيجة هايلة جدا. لو عايزين بقى تعملوا تورتة وخايفين ان الكريمة مبتطلعش مظبوطة معاكم او سايحة، بعد الفيديو ده خلاص انسي انها تسيح معاكي تماما. تقدري بقى تعملي تورتة زي ما انت عايزة، تعملي كاتو شاتو، تعملي حتى كيكة وتزينيها بالكريمة والشوكولاتة. وصفة الكريمة دي هتنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة. جربوها كده وقولولي رأيكم في الكومنتات. شايفين بقلب الكيس متماسكة جدا. انتوا لو هتعملوا بقى تورتة او كيكة او ايا كان وحابين تزينوا بالكريمة وخلاص عملتوا الكريمة وبقت جاهزة، الكيكة في الفرن او لسه هتعملوها، يفضل ان انتوا تحتفظوا بالكريمة دي في التلاجة لحد لما تيجوا تستخدموها علشان ما تسحش، خصوصا في الحر والصيف، علشان تتفرد معاكم بكل سهولة من غير ما تسيح منكم اثناء الفرد. انتوا ممكن تستخدموها كده على طول، وممكن كمان تحطوها في التلاجة لحد لما تبقوا جاهزين. ممكن كمان نحولها لموس شوكولاتة، هي كده جاهزة، هي كده بقت جاهزة. عايزين تستخدموها كده، هي كده تمام بقت جاهزة. عايزين بقى نحولها لموس شوكولاتة، ممكن تضيفوا معلقتين من الشوكولاتة الجاهزة، اي نوع شوكولاتة جاهزة انتوا تفضلوه. ممكن تجيبوا شوكولاتة وتسيحوها على بخار مية، وممكن تجيبوا شوكولاتة سايحة، اي نوع تفضلوه، ميكستيلا او اي نوع. ممكن كمان تعملوا صوص الشوكولاتة ده في البيت من الكاكاو والسكر والحليب. كوباية من الحليب، كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الكاكاو الخام. ممكن تحطوا نص كوباية في الأول وتبدأوا تضيفوا الكاكاو بالتدريج لحد لما القوام يظبط معاكم. وكمان كوباية من الزيت أو كوباية الا ربع من الزيت. ممكن كمان تستخدموا نص كوباية من الزيت. المكونات دي انت بتقدري تتحكمي فيها في البيت بكل سهولة. كده تحول معانا لموس شوكولاتة خطير جدا في منتهى الجمال. طعم كريمة، ميكس بين الكريمة والشوكولاتة، تحفة جدا، خطير. وكمان واخد اللون البني الخفيف ده في منتهى الجمال. كده قلتلكم على حاجتين في الفيديو، الكريمة والموس شوكولاتة. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير لكل اصحابكم وحبايبكم واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة ان شاء الله.